اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده هنعمل مراجعه على الفيلم اللي احنا مستنيينه بقالنا كتير جدا، وهو فيلم جاستس ليج سنايدر كات. جدير بالذكر ان احنا هنعمل المراجعه دي بالحرق، وهنتكلم على كل التفاصيل اللي فيه. لذا لو انت ما كنتش شفت الفيلم اقفل الفيديو ده دلوقتي. انا نبهت اهو عشان اللي بيحصل دايما وانا براجع الافلام اللي انا ببقى كاتب في التايتل وفي الديسكربشن المراجعه هتبقى بحرق، ومع ذلك الاقي ناس في الكومنتس بتقول لي ايه ده انت بتحرق الفيلم، طب ليه ما قلتش في الاول؟ طبعا احنا كلنا عارفين الفيلم بتاع سنة 2017 اللي هو من اخراج جو سويدن، اللي هو كان محبط ومخيب للامال جدا وما ينفعش نقول عليه عمل فني. وعارفين برضو المشاكل اللي كانت ما بين استوديوهات وارنر براذرز وما بين زاك سنايدر اللي ادت ان هو يسيب الفيلم، وخصوصا بعد وفاة بنته. كان في حلقة اتكلمنا فيها عن الموضوع ده كله. الفيلم يعتبر جديد تماما، صحيح انت هتحس ان الحبكة او القصة الخارجية متشابهة مع الفيلم بتاع سنة 2017 بس التفاصيل متغيرة. في بعض المشاهد انت هتحس انك شفتها قبل كده بس هي معمولة بشكل تاني. الكلام ده بيطبق على بعض الاحداث بس مش كل الاحداث، لانك ما تنساش الفيلم القديم كان ساعتين، ده 4 ساعات. كمان مش كل الساعتين زاك سنايدر اعتمد عليهم جوه ال4 ساعات دول. الفيلم متقسم بارتس، زاك سنايدر كان حريص ان هو يقسمه اجزاء عشان تحس وانت بتتفرج كانك بتقرا روايه متقسمه شابترز. كل حاجه في الفيلم متغيره، يعني احنا دلوقتي لو اتكلمنا مثلا على حاجه زي السكريبت متغير تماما. يعني انت عندك مشهد زي وندر وومن وهي بتكلم سايبورج، الكلام متغير خالص عشان تحس يعني المعاناه النفسيه اللي دلوقتي فيها سايبورج، واللي يعني ممكن نقول المشاكل اللي موجوده عنده. يعني هي دلوقتي بتقول له يلا ننقذ العالم، بيقول لها فاك ذا وورلد. ممكن نتكلم على حاجه تانية زي مثلا الاغاني او الموسيقى اللي في الفيلم برضه متغيره تغيير كبير جدا للاحسن، وخصوصا ان زاك سنايدر بيحب كل 3 4 مشاهد ان هو يجيب واحده امازونيه بتغني تحس كده ان احنا في الاوبرا. كمان هو بيحب دايما اغنيه هالولويا وبيجيبها في كل الافلام بتاعته من ايام فيلم واتش من سنه 2009. لو اتكلمنا على التصوير والسي جي اي، طبعا محدش فينا هيقدر ينسى المشهد المقرف بتاع الشنب بتاع هنري كيفل او المنظر بتاع ستيفن وولف. طبعا كل الكلام ده متغير. كل المعارك في الفيلم كانت قوية جدا، بس انا ممكن افتكر حاجات معينة يعني لفتت انتباهي بالفعل. يعني انت ممكن نقول المعركة بتاعت وندر وومن في البنك، ممكن نقول المعركة بتاعت باتمان وهو في البات موبيل وهو بيعمل بيموت في البارا ديمونز، ممكن نقول المعركة القديمة اللي كانت حصلت ما بين الاولد جودز وما بين الامازونيات والاطلنطيين والبشر قدام دارك سايد، ممكن نقول برضو المشهد اللي كان فيه فلاش بينقذ ايريس. الحاجات دي هي فعلا اللي مسمعه معايا لغايه دلوقتي. بس عموما كل اللقطات او كل السي جي اي بتاع الفيلم كان كويس جدا. زاك سنايدر كمان مغرم بالتصوير البطيء، دايما كده هتلاقي في كل 3 4 مشاهد هتلاقي كده لقطه البطل بيرجع فيها لورا بتصوير بطيء عشان يزود حماسه على المشهد. هو كمان اعتمد في التصوير بتاعه على حاجه كده اسمها تقنيه السكوير او المربع. اكيد اخدت بالك ان الصوره مش ماليه الشاشه، على الجناب كده في عمدان سوداء. دي تقنيه قديمه جدا كانت بتستخدم من سنه 1920 لغايه 1990. وهو شاف ان زاك سنايدر ان التقنيه دي هتفيده في تصوير الكاميرات بتاع الاي ماكس. هي معتمده على حاجه كده اسمها ريشيو او معدل 4:3، بمعنى ان العرض اكبر من الطول 33%، لذا هو مش مربع بالظبط. طبعا في مشاهد كتير قوي اتحذفت من النسخه بتاعت 2017. كل المشاهد اللي اتعملت عشان يقللوا من السوبر هيروز تحس كان ان جوس ويدن كان قاصد، زاك سنايدر شالها. يعني مثلا المشهد بتاع ان فلاش بيقع على وندر وومن، المشهد ده كان مهين جدا وكويس ان زاك سنايدر شاله. ناس كتير قوي قعدت تتكلم عنه عبر السنين اللي فاتت. كل المشاهد اللي كانت بتقلب من احترام باتمان، يعني مثلا وندر وومن بتزقه في صدره، او ان هو بيتكلم تمشي وتسيبه، او ان سوبرمان يمسكه من هنا ويقول له دو يو بليد وبعدين يرميه على الارض، وبعدين باتمان لما يقع على الارض يقعد يقول لي الفريد انا حاسس ان كل عظمه في جسمي متكسره، وبعدين يقول له هات البيج جن اللي هي لويس لين. كل الهري ده اتشال. شخصيات تانية مثلا زي اقوى مان اتغير فيها. يعني هو كان جوس ويدن كان جاب اقوى مان ان هو شخص متعجرف كده، شخص خنيق ماشي عمال بيتخانق يعني الناس كلها. يعني هو جاب لك ان هو اتخانق مع سايبورج واتخانق مع باتمان وكان بيهدد فلاش وكان بيعاكس وندر وومن. طبعا الكلام ده اتغير. واحد زي فلاش كان جوس ويدن كان مطلعه ان هو شخص جبان، وباتمان بيقول له انقذ ولو واحد بس. حاجه تانية احنا ممكن نقول ان زاك سنايدر زود لهم كمان مشاهد عشان يوريك القدرات بتاعت كل واحد فيهم على حده عامله ازاي، استعراض للقدرات. يعني احنا شفنا وندر وومن في مشهد البنك، بنشوف سايبورج وهو بيعمل الاختراق الالكتروني بتاعه، ممكن نقول حد تاني زي مثلا اقوى مان وهو بينقذ البحار. كل الحاجات دي بتبين لك القدرات بتاعتهم. كمان زود لهم مشاهد في نهايه الفيلم برضو كل واحد لوحده. يعني باتمان مثلا وهو في البات موبيل وهو بيموت البارا ديمونز 100 لوحده، برضو وندر وومن وهي بتموت مثلا ستيفن وولف. عندك واحد زي اقوى مان وهو بيقع بالبارا ديمون من فوق المبنى بيطبقه وما يحصلوش حاجه. فلاش وهو بيسافر عبر الزمن. سوبرمان وهو بيعمل الدخول المسرحي بتاعه بالبدله السوداء. البدله السوداء دي صحيح عشان اللي مش عارف دي علشان يمتص اشعه الشمس بشكل اكبر عشان هو لسه بيتعافى.
كل المشاهد دي عشان يرجع للابطال قيمتهم ونشوف قدراتهم بشكل اوضح. كمان واحد زي سوبرمان تحس ان هو بالفعل متقدر من اول الفيلم على الرغم ان هو ظهر مشاهد قليله. يعني انت عندك سوبرمان الفيلم بادئ من اخر مشهد في فيلم باتمان في سوبرمان اللي هو دون اوف جاستس، اللي هو لما هو بيموت هو ودومز داي، بيجيب لك ان الصرخه بتاعته سمعها العالم كله، وكمان المذر بوكسز عرفت ان ده الوقت المناسب للغزو، ابتدت بقى تنادي اسيادها في ابوكاليبس. كمان يعني عايز اقول لك ان ستيفن وولف كان بيكلم دسات، كان بيقول له ان الارض دي جاهزه للغزو عشان ما فيهاش كريبتونيين. كل الكلام ده عشان يوريك القيمه بتاعت سوبرمان عامله ازاي. في مشاهد من نسخه 2017 زاك سنايدر حافظ عليها، زي مثلا المشهد بتاع فلاش وهو بيقول للباتمان هو انت ايه قدرتك، يقول له قدرتي اللي انا غني. او مثلا ممكن نقول المشهد بتاع سوبرمان وهو بيقول للباتمان انت ازاي اقنعت البنك اللي هو يرجع لنا المزرعه والبيت، فبيقول له انا اشتريت البنك. او مثلا المعركه اللي حصلت ما بين اعضاء جاستس ليج مع سوبرمان بعد ما بيتعمل له ريزركشن وبيرجع من الموت. كل المشاهد دي كانت كويسه بالفعل، فزاك سنايدر حافظ عليها، ومش بس كده لا كمان طورها. في بعض الناس برضو اللي اخدوا قيمتهم ووضعهم في الفيلم، يعني زي اريس اله الحرب. انا مبسوط جدا جدا ان اريس اخد المكان اللي هو يستاهلها، بخصوصا بعد فيلم وندر وومن كانت المخرجه بتاعت الفيلم كانت مطلعه شخص مهزأ، يعني وندر وومن غلبته كده. انا مبسوط ان هم جابوا الممثل القديم علشان عارف اللي هو ياخد شويه من التقدير ده. برضو الناس اللي قاموا بادوار زيوس وارتمس كانوا قايمين بالدور وزياده الصراحه. يعني انا ما كنتش متخيل سيرجي اللي هو البادي بيلدر وهو بيقوم بدور زيوس وهو عمال بيجمع البرق كده وبيضربه ان هو هيكون بالعظمه دي. برضو ممكن نقول ان برضو في ناس تانية ظهرت في الفيلم زي الجرين لانترن اللي هو كان في المعركه القديمه. صحيح كان نفسنا نشوف اكتر منه، بس كتر خير الدنيا اللي هو ظهر اصلا. برضه بنشوف الظهور السينمائي الاول لمارشال مان هانتر. اللي مش عارف مين مارشال مان هانتر ده، اخر ابناء المريخ. ده واحد عنده كل القدرات بتاعه سوبرمان باستثناء الكولد بريس ان هو يطلع اللي هو الجليد من بقه، بالاضافه لقدرات تانية زي التليباسي ان هو بيعرف يقرا افكار جميع الناس اللي على الكوكب في نفس الوقت، حاجه تشارلز اكزيفير قوي يعني. وبرضه بيعرف يعني يعمل ان هو يخلي جسمه شفاف او يختفي او يخترق الحيطان او الجدران او يعمل شيب شيفتنج لاي مخلوق او اي اوبجكت او شيء. برضه ممكن نقول الهيلينج فاكتور بتاعه جبار جدا، ان هو ممكن يرجع من خليه الدم، حاجه كده تخلي ولفرين يحس ان هو عيل صغير جنبه. وهو عضو مؤسس في الجاستس ليج، هم 7 اعضاء في الاساس هم اللي عملوا جاستس ليج. انا مبسوط ان هو اتقدم، واتمنى ان دي تكون بشرة خير وفاتحه ان احنا نبتدي نشوف مارشال مان هانتر في الافلام اللي جايه بعد كده. ممكن نقول في شخصيات تانية برضو ظهرت في الفيلم ومهمة في حياة الأبطال. يعني احنا بالنسبة لباتمان شفنا المحقق جوردن وشفنا ديسستروك وشفنا الجوكر، اتجابت سيرة اللي هو ديك جريسون. بالنسبة لسوبرمان شفنا مراته وشفنا أمه، وبرضو سمعنا الصوت بتاع أبوه الأرضي وأبوه الكريبتوني، وشفنا ليكس لوثر. واحد زي فلاش شفنا ايريس ويس ألان وشفنا ابوه. واحد زي اكوامان احنا شفنا برضو ممكن نقول ميرا وفولكو واتجابت سيره اخوه وامه. حد زي مثلا سايبورج اتجابت سيره مثلا، او مش اتجابت سيره، احنا بالفعل شفنا دكتور سايلس ستون اللي ضحى بنفسه عشان يعرف يعلم على المذر بوكس. وبرضو شفنا دكتور راين شوي اللي هو في الكوميكس بعد كده بيبقى زقاتهم. بالنسبه لستيفن وولف احنا بنشوف الناس المهمه في حياته اللي هم طبعا دارك سايد والجنرالات بتوعه اللي هم داساد وجراني جودنز. انا مبسوط برضو ان هو زاك سنايدر وضح الدور بتاع المذر بوكس بالتحديد، عشان الفيلم القديم ما كانش مبين قوي الموضوع ده، ومفهمك دلوقتي اليونيتي والدور بتاعها انها دلوقتي تحول الارض النسخه من ابوكاليبس. ومبسوط ان هم جابوا ذكر ابوكاليبس بالتحديد، وقالوا عليها كمان انها جايه من بعد تاني مش كوكب تاني، لان اغلب الناس فاكره ان ابوكاليبس ده كوكب شرير عايز يغزو باقي الكواكب وخلاص، بينما الوضع مش كده. مبسوط برضو ان الفيلم وضح العلاقه السيئه اللي ما بين ستيفن وولف ودارك سايد، وان هو عشان يصالحه محتاج ان هو يغزو 150 الف عالم. وبرضو ان الفيلم وضح ايه هي الانتي لايف ايكويشن وليه دارك سايد مستميت قوي ان هو يحصل عليها، عشان هم لو كانوا قال لك انا عايز الانتي لايف ايكويشن وخلاص كان ممكن الناس تستغرب وتقول لك واحد عنده كل الجبروت ده كله وفي حاجه لسه مفتقدها، يا ترى ايه هي؟ كويس ان هم وضحوا الدور ده. برضو عجبني النهايه بتاعت ستيفن وولف، عشان النهايه القديمه كانت فكسانه قوي، ان هو موضوع اللي هو خاف والباراديمونز لموا عليه وشالوه وطاروا بيه، الكلام ده كان فاكس جدا. النهايه دلوقتي جميله فيها تيم وورك، بيجيب لك الاول اكوامان بعد كده سوبرمان بعد كده وندر وومن بتقطع راسه، كل الكلام ده قدام عيون دارك سايد. عجبني جدا الموضوع ده. الفيلم برضو وضح العلاقات الانسانيه اللي موجوده عند سوبرمان وعند باتمان. بالنسبه لسوبرمان جاب لك الدعامات البشريه بتاعته اللي هي ولويس لين ازاي محافظين عليه وازاي مساهمين في تكوين الشخصيه بتاعته، وازاي هم مانعينه ان هو يبقى الطاغيه اللي اغلب الناس خايفين ان هو يوما ما يتحول اليه. برضه ممكن نقول ان الفيلم لمح 3 مرات ان دلوقتي لويس لين حامل. يعني هو جاب لك الاول بتفتح الدرج لقيت اختبار حمل، بعد كده بيجيب لك انها شايله شنطه بيبي، وبعد كده باتمان بيقول لسوبرمان مبروك.
مش معروف بالظبط الولد ده او هو اصلا هيبقى ولد ولا لا، هيبقى جوناثان زي الكوميكس ولا لا. برضو ممكن يتكلم على باتمان جاب لك هو قد ايه متدمر نفسيا وحاسس بتأنيب الضمير والذنب ان هو كان السبب في موت سوبرمان، وان هو بيحاول يعمل الجاستس ليج تكريما ليه، وقف على قبره وقال له انا هصلح لك الموضوع ده، وازاي بيحاول باستماتة ان هو يرجعه تاني على قيد الحياة. كمان جاب لك ان هو دلوقتي بيتطور للاحسن، يعني هو قال الفريد ان هو يا الفريد انا دلوقتي بقى عندي ايمان، وابتدى يبتسم ويضحك. الكلام ده كله ايجابي في تطور شخصيه باتمان. برضو اتجاب ذكر عالم النايت مير في 3 مناسبات برضو. يعني اول مره كان باتمان بيكلم وندر وومن، بيقول لها انا حلمت ان باري الن كان واقف في الحته دي وبيحذرني وبيقول لي لويس لين هي المفتاح. بعد كده بيجيب لك سايبورج بيشوف نفس الحلم ده، وبعدين بيجيب لك ان باتمان بقى بيكمل الحلم ده في الاخر. في الحلم ده بيجيب لك ان في ناس كتير ماتوا، وبيجيب لك ان في جرين لانترن ما مات، برضو جايب لك ان في وندر وومن ماتت، اكوامان مات، برضو لويس لين ماتت، وبرضو بيتم ذكر ان هارلي كوين ماتت، وجايب لك دلوقتي ان الجاستس ليج هم سايبورج وفلاش وباتمان، ومستعينين بقدرات ميرا ومثلا نقول ديسستروك والجوكر. وانا سعيد جدا ان جاريد ليتو في ال5 دقايق دول بين هو ليه تم اختياره ان هو يمثل الجوكر، وقد ايه هو ممثل عظيم ومعاه اوسكار. يعني الراجل ده بالفعل اتظلم في فيلم سويسايد سكواد، ان اللي حصل ان هم قصوا الدور بتاعه قوي وظهر في كام مشهد بس. الراجل ده مجنون في الحقيقه، فتخيل لما يعمل دور شخصيه مجنونه بالفعل. مبسوط كمان في المشهد ده غير التمثيل ان هو وراك كمان العلاقه اللي ما بين باتمان دلوقتي وما بين الجوكر. يعني هو دلوقتي العالم قرب ينتهي، ومع ذلك الاتنين عندهم ضغائن ما بينهم وعمالين بيعايروا بعض. ده يقول له على فكره انت السبب في موت لويس لين، يقول له طب انت عارف بقى على فكره انا لما كانت ما بين ايدي هارلي كوين قالت لي ان انا موتك باوحش طريقه ممكنه، يروح يقول له طب على فكره بقى انت بوي وندر اللي هو روبن الاولاني اللي هو نايت وينج اللي هو ديك جريسون مات بسببك لانك ارسلت عيل صغير ان هو يقوم بدور راجل. وعمالين بقى بيعايروا بعض. عجبني المشهد ده الصراحه. كمان جايب لك ان الجوكر كمان عارف هويه باتمان وبيقول له يا بروس. كمان يقال ان المشهد ده اتصور بالعند في وارنر براذرز. في دلوقتي قدامنا احتمالين، الاحتمال الاول ان زاك سنايدر صور المشهد ده غصب عنهم، والاحتمال التاني ان هم ما كانوش يعرفوا ان هو صور المشهد ده اصلا واتفاجئوا. وده بسبب ان هم مش عايزين يسيبوا اي امكانيه او احتماليه ان العالم بتاع زاك سنايدر هيستمر. مش عايزين اي ذكر العالم تاني او سلسله تانية او فيلم تاني ممكن يستمر من بعد الفيلم ده. برضو احنا شفنا في نهايه الفيلم ان احنا بنشوف ليكس لوثر بيقابل ديسستروك وبيلمحوا كده على امكانيه تكوين فرقه انجاستس ليج. الفيلم كان عظيم جدا للنهايه. يعني هو حتى جاب لك في التتر جايب لك يعني اغنيه هاليلويا معموله وفي اهداء لروح بنت زاك سنايدر، والاغنيه معموله ميكس من احد صديقات العائله، ميكس على بيانو كده. كانت لفتة جميلة ومؤثرة. برضو مش محتاجين نقول ان الفيلم يعني اخد ملايين المشاهدات ولقى اعجاب كتير قوي من الناس وتقييمات ايجابية على روتن توميتو وعلى اي ام دي بي، ودخل توب 250 فيلم. احنا دلوقتي ممكن نجاوب على السؤال المهم دلوقتي، هل رؤية زاك سنايدر هتستمر في عالم دي سي ولا لا؟ الاجابة هي محدش عارف. يعني هو جاب لك ان المديرة التنفيذية لورنر براذرز قالت خلاص كده بخ، وان احنا دلوقتي هنستثمر في مالتي فيرس يلائم الميول بتاعه جميع الناس، مش هنستثمر في سلسله بتلائم فئه معينه بس من الناس. واحنا مش عاجبنا التهديدات اللي عاملها عشاق زاك سنايدر. برضو والتر حماده اللي هو رئيس افلام دي سي اكد كلامها. بس هل ده معنى كده ان زاك سنايدر ومستقبله في دي سي انتهى؟ الاجابه هي لا. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا قعدنا سنين كتير قوي بنطالب برجوع النسخه بتاعه زاك سنايدر، ودي سي كانت شايفه الموضوع ده مجرد وهم، اضغاث احلام، امنيه عمرها ما هتتحقق. ومع ذلك رضخوا لامنيات وطلبات الناس بعد الضغط الجماهيري اللي اتعمل والهاشتاجز اللي اتعملت على تويتر. في الاخر يعني وافقوا ان هم يعملوا الفيلم بتاع زاك سنايدر. ممكن يوما ما برضو بالضغط الجماهيري ده كله يسمحوا لزاك سنايدر ان هو يعمل الرؤيه بتاعته هو سنايدر فيرس. كمان انا عندي تساؤل دلوقتي، انتوا بتقولوا انكم عايزين تستثمروا في مالتي فيرس، تمام؟ بتقولوا انتوا دلوقتي عايزين تعملوا افلام كل فيلم ملهوش علاقه بالافلام التانية، عايزين تعملوا ثلاثيه روبرت بانيسون، وعايزين تعملوا سلسله للجوكر مع نفسه، سلسله تانية معتمده على المخرج اللي هو جوس ويدنج. طب ما دام انتوا دلوقتي شغالين في كذا اتجاه، ليه ما تعملوش كمان انكم تستثمروا في الاتجاه بتاع زاك سنايدر وتسموه السنايدر فيرس، وبرده على جنب كده وهتكونوا راضيتوا كل الناس فعلا. بس كده دي كانت حلقه طويله قوي اتكلمنا فيه وعملنا مراجعه على فيلم جاستس ليج. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت الفيلم عجبك ولا لا. هو اكيد عجبك. عايزك تقول لي برده في الكومنتس انت ايه اكتر مشهد يعني مؤثر معاك وانت لسه فاكره، وتفتكر العالم السينمائي بتاع زاك سنايدر او الرؤيه بتاعته هتستمر ولا لا. احنا الحلقه الجايه هنتكلم عن حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، وانت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.